احنا بفضل الله احنا كده خلصنا وراجعنا على كل حاجه من الالف للياء. فكينا الجلب المقصات، عدلناها وغيرنا البيض المقص لان البيضتين كانوا مكبوسين. لما فكينا لقيت البيضتين مكبوسين، غيرت عدلت الجلبه، وزي ما انتم شايفين راجعنا على العلبه كلها وركبنا الفبره بتاعت علبه الدركسيون اللي هي بتاعت الجنب اليمين. ركبنا الفبره الاصليه، وادي البيضه الناحيه الثانيه، وهنا الجلبه بردك عدلناها. وزي ما انتم شايفين كده بفضل الله يا جماعه، بعد اذنكم، بعد اذن كل واحد متابع عندي كان على اليوتيوب او على فيسبوك، لو الفيديو عجبك اعمل شير للفيديو واعمل لنا لايك عشان الفيديو يوصل لناس اكتر وناس تستفيد. انا بعمل لك فيديو ليه؟ عشان بفهمك اللي الجلبه ليها اتجاه، بفهمك اللي المساعد ما ينفعش تلحم له ودن. جايب جوز مساعدين جداد سعرهم ما يقلش عن 5-6000 جنيه وفي الاخر تلحم فيهم. بفهمك اللي انت رايح جايب اتياش جديده هتبوظهم بسبب اللي انت بسبب تعديل في المساعد. بفهمك خطوات لما تيجي حد صنايعي يعملها لك انت تقول له ستوب، ما تعملش الكلام ده. انا بفهمك عشان انت مش تشتغل بايدك، انا مش بقول لك اشتغل، انا بقول لك افهم علشان لما تروح تعمل شغل تبقى انت واقف فاهم عربيتك ايه اللي بيتعمل فيها. فما تبخلش علينا باللايك زي ما بقدم لك معلومه، ما تبخلش علينا باللايك والشير للفيديو. زي ما انتم شايفين بفضل الله شغلنا علوان نظافه شغلنا.